إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. وفي يوم 6 أكتوبر سنة 1973 في وقت احتفالات عيد الغفران في إسرائيل يقوم الجيش المصري باختراق أقوى تحصين دفاعي في العالم واستهداف المواقع الإسرائيلية في جزيرة سيناء عشان تبدأ واحدة من أقوى الحروب في آخر 100 سنة. حرب كانت سبب في أزمة في البترول على جميع أنحاء العالم، حرب انتهت في النهاية باغتيال الشخص اللي بدأها. أنا محمد عبد المنعم، حلقتنا النهاردة عن حرب أكتوبر، ويلا نبدأ. عشان نفهم الموضوع كويس لازم نرجع بالزمن لورا كام سنة. في سنة 1967 إسرائيل بتعلن الحرب على 3 دول مختلفة، واللي كانوا هم مصر وسوريا والأردن. والحقيقة إن الهجوم وقتها كان مباغت وقوي وسريع لدرجة إنه قدر يدمر 80% من قوة العرب في كام ساعة. فضلت الحرب شغالة ديت لمدة 6 أيام. خلال الأيام ديت قدرت إسرائيل إنها تحتل جولان والضفة الغربية والقدس وشبه جزيرة سيناء. الحرب ديت اتسمت بمليون اسم، حرب 67، حرب النكسة. لكن المشكلة إن النتيجة كانت واحدة، مش عايزين نقول هي خسارة، بل هي كانت كارثة على العرب في وقتها، وبالأخص مصر في الأيام ديت كان بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لازم نعرف حاجة، إن وقتها جمال عبد الناصر كان عامل إذاعة بتسمع للعرب كله، وكان كل يومين 3 بين أخو زهقان بيطلع في الإذاعة ويرمي خطاب للعرب، والخطابات دي كان بيسمعها كل العرب، كانت بتوصل لكل أماكن العرب. الخطابات دي كانت من نوعية: أيها الشعب العربي، أيها العرب في جميع أنحاء العالم، هذا صوت العرب. ما فاضلش حاجة ونحرر فلسطين، ما فاضلش حاجة ونهزم إسرائيل، ما فاضلش حاجة ونرمي اليهود كلهم في البحر. والكلام ده كان بيسمعه كل مواطن عربي في فترة الستينات. لهم وانتوا ولاد 60 كلب. وقتها الشعب كله كان متحمس، وهنا مش قصد الشعب المصري بس، بل الشعب العربي كله كان متحمس للحظة الحرب من ورا الخطابات اللي كان بيقولها الرئيس جمال عبد الناصر. لكن لما جيت بقى ساعة الحرب كل الكلام حصل عكسه تماما. خسرت مصر في حرب 67 أكتر من 15,000 جندي، وخسرت مئات من الطيارات والدبابات. مش عايز أبالغ وأقول إن مصر اتدمرت في حرب 67. عشان كده طلع الرئيس جمال عبد الناصر أمام الشعب المصري في خطاب وأعلن تنحيه عن السلطة. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا. لكن الشعب المصري في وقتها رفض وطلب من جمال عبد الناصر إنه يفضل رئيس لمصر. وفعلا عبد الناصر وقتها بيستجيب لإرادة الملايين وقال: سأبقى كما أمرني الشعب. ومن هنا بقى تحديدا بتبدأ قصتنا. بعد نهاية حرب 67 بشهور جمال عبد الناصر قاعد مع نفسه شوية وبدأ يفكر، وفي الاخر وصل لنتيجه ان سبب خسارته في الحرب ديت هو صديقه ورفيق الدرب عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر كان قائد الجيش المصري في وقتها. عبد الناصر قال هو مفيش غيره، هو اللي ودانا في داهيه. ساعتها اقاله من منصبه وحطه في اقامه جبريه، يعني حبسه في بيته ما يطلعوش منه. وبعدها ب4 شهور للاسف انتحر عبد الحكيم عامر. وفي ناس تانية بتقول انه اتقتل، لكن مش موضوعنا. في وقتها بقى كان جمال عبد الناصر، وقت ان جمال عبد الناصر بيحاول يعيد بناء الجيش المصري، اسرائيل كانت قاعده بتفصل سيناء عن مصر عن طريق بناء خط يسمى بخط بارليف المنيع، اللي هو عباره عن حاجز ترابي طوله 20 متر. وعشان تتخيل الموضوع ده، يعني 7 ادوار فوق بعض، اي دبابه بقى تقدر تطلع ال7 ادوار دول. وفوق كده كمان ان الحاجز الترابي ده كان ملغم، يعني في قنابل كتير، يعني كان حاجه متعوب عليها ومصروف عليها جامد. تكلفه بناء اصلا الخط ده وقتها كان متكلف 50 مليون دولار. المبلغ ده بيعمل النهارده حوالي 2.5 مليار دولار. 2.5 مليار دولار عشان يبنوا حاجز يفصل سيناء عن مصر. عملوا ترويج كبير وقتها لخط بارليف ده. طلع ناس كتير وقتها بتقول عشان تفجر الخط ده محتاج قنبله نوويه. وقتها بقى المصريين كانوا عمالين يتفرجوا من بعيد، شايفين اسرائيل انها بتعمل حاجه غريبه، حاجه مخيفه. الخط اللي عامله ده بيقولوا عليه محتاج قنبله ولا صاروخ عشان يتفجر. المصريين وقتها فهموا فكره انك تواجه اسرائيل
وش لوش في الوقت الحالي انت كده كده خسران. فقال لك بقى خلينا نستخدم اسلوب حرب جديد، خلينا نحاول نستنزف اسرائيل شويه بشويه، نلعب معاهم كده على الخفيف وبالراحه. وفعلا بدات حرب بتسمى بحرب الاستنزاف، وفعلا هي مش حرب قوي يعني، بس بتسمى بالحرب البارده كده. كانت عباره عن حرب جواسيس، حرب مخابرات، حرب اغتيالات، وكان في شويه معارك على ارض الواقع. وفي وقتها برضه كان في شويه حرب اعلاميه وشويه مسلسلات وافلام من الطرفين، لكن مش ده المهم. المهم فعلا ان كانت بتحصل بعض من المعارك على ارض الواقع، والمعارك دي كانت بتحصل حوالين مكان حساس واللي هي قناه السويس. فبشكل عام ان الدول الكبرى اللي بتستفيد من القناه دي ما كانش من مصلحتها ان التوتر والخناق بين مصر واسرائيل يفضل شغال. عشان كده في سنه 1970 امريكا جت على مصر وقعدت مع الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا له يا عم عبد الناصر ما تجيش معاك، مش عايز سلام كده؟ فجمال عبد الناصر وقتها كان رده ان احنا مش هنسيب ارضنا ومش هنسيب سينا، رجعوا لنا سينا وبعدها نبدا نتكلم. هنا امريكا قالت لمصر بمعنى يعني اهم حاجه رضاكم، وراحت وقتها امريكا على اسرائيل وقالت لهم معاكم 90 يوم تنسحبوا من الارض. وجه الرد من اسرائيل مش هننسحب. فهم هنا جمال عبد الناصر ان الارض مش هترجع بالود ولا بالحب كده، مش هترجع عن طريق المفاوضات والاتفاقيات والكلام الفاضي ده. فهم ان الارض عشان ترجع مفيش غير سكه واحده بس وهي الحرب، فبدا يجهز ويخطط للحرب. وكان المفروض الحرب دي تبدا في نهايه سنه 1970، لكن حصل حاجه مفاجاه. يوم 28 سبتمبر من نفس السنه يتوفى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب نوبه قلبيه. وكأن وقتها زلزال ضرب مصر، حرفيا ملايين من المصريين نزلوا الشوارع حزنا على عبد الناصر، لأنهم كانوا شايفين إن عبد الناصر هو الأمل عشان يرجع لهم أرضهم المحتلة. بعدها طلع للناس ضابط بملابح مصرية سودانية وهو الرئيس محمد أنور السادات. لو عايز تسمع قصة الرئيس محمد أنور هتلاقي الفيديو كامل على القناة. ودخل وقال لهم أهلا أنا الرئيس الجديد محمد أنور السادات، نائب الرئيس بقى هو دلوقتي الرئيس. من بعد استلام السادات السلطة بشوية كده عرف المصريين والعرب جميعا ان السادات مش شبه عبد الناصر تماما. عبد الناصر كان شخص متكلم وكان طول الوقت بيلقي خطابات ويحمس الناس وكان دايما صوته عالي. اما انور السادات الرئيس الجديد كان العكس تماما، كان دايما هادي وسيجارته في ايده، تحس انه شخص بسيط وعادي، تشوفه كده ما تقولش ان هو يخش حرب خالص. لكن اسمح لي احرق عليك، الشخص ده بعد 3 سنين الناس هتلقبه بالثعلب. بعد اشهر من استلام السادات السلطه في مصر حصل بين اتصالات وبين اسرائيل، بدا الرئيس محمد انور يعرض عليهم السلام مقابل انهم يرجعوا الارض، ولكن اسرائيل رفضت تماما وقالت له روح مش انت من جماعه ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بغير القوه، ورينا بقى هتعمل ايه. وهنا محمد انور السادات والقياده المصريه بشكل عام فهموا انه فعلا الموضوع مش هيرجع غير عن طريق الحرب. خلاص بقى في قناعه تامه ان الحرب هتيجي لا محاله. وبرضه كانوا في نفس الوقت كانوا شايفين ان هم ما عندهمش القدره انهم يقدروا يخشوا الحرب، طيارات متكسره والدبابات متدغدغه وحالتهم حال ومفيش حتى جيش كافي، كل حاجه اتدمرت. فوصلوا الفكره انهم مش هيقدروا يخشوا الحرب لوحدهم. فحصل تواصل بين مصر وسوريا وقتها، حصل تواصل بين مصر وسوريا عشان يخشوا الحرب مع بعض. حافظ الاسد كان لسه رئيس جديد وكان عايز يرجع سوريا المحتله، وكمان انور السادات كان لسه رئيس جديد كان عايز يرجع شبه جزيره سيناء. وفعلا حصل اتفاق بين البلدين عشان هما الاثنين يهاجموا في نفس التوقيت على اسرائيل، وبدات فعلا يعملوا الخطه واتسمت بخطه المآذن العاليه اللي قدمها الفريق سعد الدين الشاذلي. لكن قبل ما احكي لك الخطه خلينا شويه اعرفك عن جغرافيه المكان. قناه السويس هي الخط الفاصل بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي، فمساله نجاح الخطه كانت معتمده على نجاح عبور الجيش المصري قناه السويس. وبعد ما يعدوا قناه السويس عندهم لسه خط بارليف، الخط اللي كان بيتقال عليه في وقتها انه اعظم حاجه بناها الانسان. المصريين وقتها جابوا خبراء من الاتحاد السوفيتي وخلوهم يفحصوا خط بارليف، وفعلا السوفيت دول اكدوا لهم ان الخط ده حاجه مرعبه، عايز حوالي قنبله نوويه عشان يعرفوا يعدوه. رجع افكرك تاني عشان يوصلوا خط بارليف اصلا لازم يعدوا قناه السويس. والمشكله الاكبر ان قناه السويس كمان كان مزروع فيها الغام وانابيب زارعين فيها ماده بتسمى بالنبال، والنبال ده عباره عن سائل قابل للاشتعال. فحرفيا وقتها الجيش المصري لو كان دخل قناه السويس اسرائيل بضغطه زر واحده تحول القناه المائيه لكتل من النار. جه الوقت ان نحكي عن خطه المآذن العاليه اللي بعدها اتعدل اسمها وسمت بخطه بدر. خطة الفريق سعد الدين الشاذلي كانت عبارة عن عملية هجومية كبيرة يقطعوا فيها المصريين قناة السويس، ومن بعدها يدمروا خط بارليف ويحتلوا مسافة 12 كيلو متر
داخل سيناء، ومن بعدها خلاص يقفوا عند مسافة 12 كيلومتر ويتحولوا من الهجوم للدفاع. والفكرة من فكرة 12 كيلومتر إن الصواريخ المصرية وقتها كان مداها ما بيعديش أكتر من 12 كيلومتر، يعني كان الحد بتاعهم 12 كيلومتر وبعدها لازم يوقفوا. وعشان تنجح الخطة دي على أرض الواقع والمعركة كان لازم من مصر إنها تعمل خطة تمهيدا للحرب، واتسمت الخطة ديت بخطة الخداع الاستراتيجي، اللي كان بيحاول فيها أنور السادات إنه يخفي علامات استعداد مصر للحرب. يعني مثلا في مرة من المرات نشرت المخابرات المصرية على الجرائد المصرية إن الشتاء نزل على خزانات القمح وباظ وما عادش في عندنا قمح في مصر، وبسبب الخبر الكذاب ده قدرت مصر إنها تستورد القمح بدون اي لفت انتباه. وخليني دلوقتي احكي لكم على اكتر خطه كانت ذكيه في الحرب، وهي تدريب الجنود المصريين على استخدام اللغه النوبيه. واللغه النوبيه معروفه انها مستخدمه في جنوب مصر واسوان تحديدا، وهي لغه قديمه وما يستخدمهاش وما يعرفهاش ناس كتير. ليه اللغه النوبيه؟ قلت له اللغه النوبيه ده لهجه ملهاش حروف، الرسال نوبي واستقبال نوبي، هستقبل بالنوبي هكتب بالعربي. الرئيس عمل لنا محطات، قال لك سموا المحطات بايه؟ اسماء نوبيه، مع كل واحد فيه واحد نوبي. في اسرائيل عندها اجهزه تجسس موجود فيها ناس اكيد بيفهموا اللغه العربيه، لكن اكيد ما عندهمش ناس بيفهموا اللغه النوبيه، لان اللغه النوبيه كانت غريبه شويه وقليل قوي اللي كان بيستخدمها. وده يعتبر اصيع واذكى خدعه اتعملت في الحرب. وتم تحديد موعد الحرب نفسها يوم 6 اكتوبر 1973، والتاريخ ده كان بيصادف عيد الغفران اليهودي بيسمى بيوم كيبور باللغه العبريه. وبرضه التاريخ ده وقتها كان بيصادف 10 رمضان، فالاسرائيليين وقتها مقتنعين ان المصريين مش هيدخلوا حرب في رمضان، او ممكن برضه يخشوا بس بعد ما يفطروا. وفي يوم 6 اكتوبر سنه 1973 تحديدا الساعه 2 بعد الظهر بدأ الهجوم المصري ب 220 طيارة حربية ضربت مواقع مهمة لإسرائيل في عمق سيناء، وبعدها بدأوا القصف بالمدفعية، وبعدها مباشرة بدأ قوات المشاة بعبور القناة. أنا قلت لكم من شوية إن المصريين لو دخلوا قناة السويس إسرائيل تقدر تحول قناة السويس لكتلة من النار، لكن ما قلتلكوش إيه اللي حصل قبل الحرب ب 24 ساعة. قبل ما تبدأ الحرب بيوم دخلت جوات الجيش المصري تسمى بالضفادع البشرية وسدت فتحات أنابيب النبال اللي بتطلع النار، فبالتالي الجيش قدر يخش من غير اي مشاكل. وقدروا بعدها باختراق خط برلين. معقول الجيش المصري عملها واخترع قنبله نوويه؟ الجواب لا، الجيش المصري اخترق خط برلين عن طريق مضخات ميه، شويه خراطيم يعني. فعلا والله قدروا يعملوا شق في خط برلين عن طريق مضخات ميه بتضغط الميه بضغط عالي، وفعلا قدر الجيش المصري انه يجتاز خط برلين ويدخل في سيناء. خط برلين ده اللي كانوا بيقولوا عليه اعظم حاجه عملها الانسان، المصريين شقوه بشويه خراطيم ميه. وفي الوقت ده الجيش السوري كان بيتقدم ب60,000 جندي على الجيش الإسرائيلي اللي كان تعداده وقتها 400 جندي بس في الجولان. الفرق الكبير ده في عدد الجنود خلى السوريين يرجعوا أكتر من نص الجولان بعدها بيوم. وبعد 3 أيام من الحرب اقتنعت إسرائيل إنها مش هتقدر تحارب على الجبهتين، في الجنوب ضد الجيش المصري في الشمال ضد الجيش السوري، فقرروا إنهم يركزوا فوق عند الشمال ناحية سوريا. فعلا بعد ما الجيش السوري كان فرحان إنه بدأ يستعيد أرضه الوضع اتغير تماما. بدأت إسرائيل تبعت آلاف من الجنود والدبابات، بقوا السوريين تحت مرمى النيران الإسرائيلية. وفي الوقت ده اتصل الرئيس السوري حافظ الأسد على الرئيس المصري محمد أنور السادات، طلب منه إنه يزيد الضغط على إسرائيل من ناحية الجنوب عشان يقل من عنده من ناحية الشمال. لكن اللي لازم نعرفه صحيح إن في الوقت اللي كان الجيش السوري متورط فيه الجيش المصري كان حقق أهدافه وكان قاطع أكتر من 12 كيلومتر في سيناء وواخذ الوضعية الدفاعية، فإنه يتقدم عشان يضغط على الإسرائيليين من الجنوب كانت مخاطرة كبيرة قوي. وهنا ظهر عندنا أول خلاف في الحرب، الخلاف بين الرئيس سعد الدين الشاذلي العقل المدبر لعملية حرب أكتوبر والرئيس أنور السادات. الفريق سعد الدين الشاذلي ما كانش شايف إن في داعي نتقدم، إحنا عملنا اللي علينا وقطعنا 12 كيلومتر في سيناء، لو اتقدمنا أكتر من كده مش هنستفيد حاجة، حرفيا الإسرائيليين هيصطادوا فينا صيد. الكلام ده اللي كان بيحاول الفريق سعد الدين الشاذلي يقنع فيه الرئيس أنور السادات، لكن السادات قالوا لا هنتقدم. وما إن الرئيس أنور السادات هو الرئيس فرأيه هو اللي مشي. ومن هنا جت الكارثة، دخلت القوات المصرية أكتر في عمق سيناء، وفي ظرف دقائق بسيطة جدا تم تدمير 260 دبابة مصرية وقتل أكتر من 5000 جندي مصري. وعلى الرغم من ده كله الضغط على الجبهة السورية ما خفش تماما، بالعكس ده قاعد بيزيد لدرجة إن إسرائيل اتعادت مرحلة إنها عايزة تحتل الجولان.
بدأت تفكر إنها تحتل العاصمة السورية دمشق، ومن هنا اتدخل الجيش الأردني تحديدا في يوم 14 أكتوبر. في يوم 14 أكتوبر اتحرك لواء من الجيش الأردني لحماية مدينة درعا والعاصمة دمشق. قامت معركة بين الجيش الأردني والجيش الإسرائيلي تم تدمير خلالها 10 دبابات إسرائيلية، والنتيجة وقتها تراجع الإسرائيليين وحماية العاصمة السورية دمشق من السقوط بيد الإسرائيليين. وفي يوم 17 أكتوبر قرر العرب إنهم يستخدموا أقوى سلاح عندهم، سلاح البترول. قامت السعودية وبعض من دول الخليج بحظر تصدير النفط لبعض من الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسهم أمريكا وهولندا. ما اكتفوش إنهم بيقطعوا البترول عن الدول اللي بتدعم إسرائيل، بل إنه رفع سعر البترول عالميا. الموضوع ده اللي عمل كارثة بالعالم وقتها، خصوصا عند الأمريكان اللي كانوا معتمدين بشكل كبير جدا على السعودية. الموضوع ده بالذات بقى خلى كتير من دول العالم تتدخل عشان توقف الحرب. وفعلا يوم 28 أكتوبر بيتم وقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل. وللأمانة وقتها نتيجة الحرب النهائية ما كانتش واضحة، لكن اللي كان واضح إن مصر كسبت في الحرب، حتى لو إن سيناء ما رجعتش كاملة، رجع جزء منها لأنهم وصلوها، ده المهم. وبعدها بدأت عندنا مرحلة جديدة وهي المفاوضات. وقتها فكرة إن السماء تنطبق على الأرض منطقية أكتر من إن يحصل سلام بين العرب وإسرائيل. الناس وقتها كانت بتسمع في سلام، بس كانوا مفكرينها مجرد خدعة، مجرد إشاعات. لكن بعدها بدأ يحصل كلام رسمي إن الموضوع فعلا رايح للمفاوضات والسلام. وفي سنة 1777 زار الرئيس محمد أنور السادات الأراضي المحتلة وألقى خطاب عندهم. أطلق خطاب جوه البرلمان الإسرائيلي وقابل كبار المسؤولين هناك. وبعدها بسنتين وقع السادات على معاهدة السلام. المصريين والعرب وقتها ما صدقوش الموضوع ده وقالوا أكيد ده فوتوشوب، حاجة خيال علمي. وعلى الرغم من إن السادات برر موقفه وقال أنا عملت الاتفاقية ديت عشان اقدر استعيد بقيه ارضي، الا ان جزء كبير جدا من الشعب المصري كان غير راضي على الاتفاقيه دي. بعد المعاهده بسنتين بس، في يوم 6 اكتوبر سنه 1981 والسادات قاعد بيحضر عرض عسكري بمناسبه ذكرى الانتصار، تم اغتياله بالرصاص من قبل جماعه بالجيش المصري عشان يموت السادات ببعض من الرصاصات اللي دخلت قلبه وصدره، عشان تنتهي معاه قصه حرب اليوم. قصه حرب من اكبر واعظم الحروب في التاريخ، حرب غيرت شكل الصراع بين العرب واسرائيل، والأهم من ده كله إنها كانت سبب في إنهاء حياة الشخص اللي بدأها. ويا رب تكون قصة النهارده عجبتكم، بس ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ويا ريت بجد لحسن التفاعل قليل قوي على القناة، والتفاعل والاشتراك ده بيساعدني إن أكمل. وبس كده، وافتكر دايما